ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة من حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن صفقات النادي الاهلي. رسميا تريزيجيه اهلاوي. طبعا قبل ما نبتدي الفيديو ما ننساش ان احنا نعمل سبسكرايب للصفحة ولايك للفيديو ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد. ما ننساش طبعا ندعي لاخواتنا في فلسطين وفي السودان ولبنان ولكل الأمة العربية يا رب العالمين. اللهم ارحم اخواتنا في فلسطين. طبعا لسه فكرة تبادل الأسرى لسه موجودة، بندعي إن شاء الله ربنا يعدي الأيام اللي جاية على خير. طبعا ربنا ينصرهم على اللي ما يتسموش بإذن واحد أحد. هنتكلم أول حاجة طبعا عن الصفقات. كابتن أحمد شوبير كان لسه طالع على قناة النادي الأهلي في البرنامج بتاعه حارس الأهلي، بيتكلم إن النادي الأهلي خلاص خلص في تريزيجيه لمدة 5 مواسم. طبعا بالنسبة للصفقتين اللي أنا قلتهم الفيديو اللي فات، هو لسه على رادار النادي الأهلي. كابتن محمد رمضان في أخبار أو مصادر بتأكد إن هو موجود في سويسرا عشان بيخلص ديريك جوتيسا اللي هو اللعيب اللي قلتلكم عليه، اللعيب السويسري. طبعا بالنسبة لبن شرقي حاليا لحد دلوقتي لسه في كلام ان هو حاليا لحد دلوقتي بن شرقي خلاص هو خلص. في مصادر رسمية، مصادر قطرية او صحف قطرية اكدت ان بن شرقي هيكون متواجد مع النادي الاهلي. والنادي هو خلاص يعني بن شرقي مضى. طب هل النادي الاهلي لسه محتاج صفقات؟ طبعا كولر لسه بيتابع مع كابتن محمود الخطيب. بالنسبة طبعا علي معلول، يعني في للأسف خبر حزين إن علي معلول خد كل متعلقاته وهيرجع تونس. بس لحد دلوقتي لسه مفيش أي حاجة تمت عشان خاطر كابتن شوبير كان لسه طالع برضو في البرنامج بتاعه أكد إن لسه ما كابتن علي معلول لسه في محاولات من كابتن محمد رمضان وكابتن محمود الخطيب مع كولر عشان يتأيد في النادي الأهلي. لسه لحد دلوقتي في كلام. هو الكلام كله طبعا راجع لكولر. كولر يعني هو قال الراجل عايز يبني فرقة من جديد. هو انا اللي انا شايفه من وجهة نظري ان هو ما كانش محتاج لاي حد من الاجانب، لانك لو جيت حسبتها انت النهارده حتى الصفقات الجديده اللي انت جبتها بالصفقات القديمه. ديانج مشي، طبعا رضا سليم خلاص احنا طلعناه بره القايمه. طبعا بالنسبه احنا قلنا رضا سليم طلعناه بره القايمه. علي معلول طبعا زي نفس القصه. طبعا بالنسبه لبيرسيتاو خلاص هو مشي. طبعا يوسف ايمن رجع على قطر. اشرف داري طبعا هي الصفقه الوحيده اللي موجوده لحد دلوقتي لسه موجوده في النادي الاهلي، هو متأيد في القايمه. اتكلم عن مين تاني؟ طبعا بالنسبه ليحيى عطية الله لسه مستمر مع النادي الاهلي بعد طبعا اصابه معلول والقصه اللي حصلت دي لسه لحد دلوقتي طبعا هو موجود، وغيابه يعني هيطول شويه بخصوص الاصابه في الماتش اللي فات. طبعا بالنسبة لوسام أبو علي مستمر طبعا مع النادي الأهلي نفس الكلام. ممكن أتكلم على مين تاني؟ يعني أنا شايف إن النادي الأهلي خلاص يعني اللعيبة الأجانب 3/4 مشي. مفيش غير الصفقات الجديدة اللي طبعا ضمها. احنا زي ما قلتلكوا احنا ضمينا جراتيسار أو جراتيشار اللعيب المهاجم اللي قلتلكم عليه. وطبعا لسه في لعيب اجنبي زي ما قلت لكم هيبقى موجود. طبعا 2 كمان وينجات جداد، هيبقى ديريك كوتيسا وبن شرقي. طبعا دول اللعيبه الاجانب. لسه في طبعا لعيبه تانية. طبعا في كلام على الياس شوارف لحد دلوقتي النادي الاهلي بيحاول برضو يخلص فيه، لان طبعا زي ما انتم شفتوا العجز الهجومي اللي كان موجود خلال الفترات اللي فاتت مع النادي الاهلي بالنسبه للاطراف. الموضوع ما كانش احسن حاجه مع النادي الاهلي خلال الماتشات اللي فاتت. طبعا غير غياب مستوى حسين الشحات خلال الفترات اللي فاتت، دي من ضمن الحاجات اللي مخليه النادي الاهلي مش في احسن حالاته. في كلام ان النادي الاهلي فعلا خلص بن شرقي، دي مصادر كانت مؤكده. انا قلت الفيديو اللي فات ان هيتعلن عنها، بس طبعا الموضوع كان خارج التوقعات. ان احنا استغربت ان هم اعلنوا عن تريزيجيه،
لكن بالنسبة لديريك وبن شرقي على فكرة لسه والله في تواصل، وممكن في أقرب وقت يعني ديريك في تقدم في إن هو يخلص. نفس الكلام برضو مع بن شرقي على فكرة. طب بن شرقي لو جه النادي الأهلي، أنا قلت الفيديو اللي فات إن بن شرقي من وجهة نظري أنا مش شايف إن هو هيبقى أحسن حاجة مع كولر، لأن طريقة كولر بيعتمد على الجناح اللي بيدافع، وبيقدر يعمل تحولات هجومية، وبيقدر ان هو تشوفه عنده ميولات دفاعية زي ما عنده ميول هجومية. ذكرنا كنا بنشوف الكلام ده طبعا في طاهر، وكنا بنشوف الكلام ده برضه في حسين الشحات، والخطط التكتيكية اللي كان بيشتغل عليها كولر خلال الماتشات اللي فاتت دي حاجة أنا مستغربها في كولر شوية. بس طبعا الراجل الطريقة اللي بيشتغل فيها، الطريقة اللي بيشتغل بيها في الملعب. ما ننساش يا شباب نعمل سبسكرايب للصفحة ولايك للفيديو عشان يوصل لنا كل جديد. طبعا أنا محبتش أطول عليكم الفيديو ده عشان خاطر أبشر إخواتي الأهلاوية. هستودعكم الله. سلام عليكم.